الناس من حقهم اللي هم يفكروا زي ما هم عاوزين، مجلس الإدارة والجهاز الفني من حقهم يفكروا زي ما هم عايزين. أنا شايف إن أنا كنت قادر إن أنا أكمل، هم شايفين اللي هم جابوا لعيبة كويسة وصفقات كويسة، وده رأيي اللي هم جابوا صفقات كويسة في نفس المكان بتاعي، يمكن لعيبة كبيرة ولعيبة منتخب ولعيبة هتفيد النادي بعد كده في المستقبل. فهم بيفكروا بطريقتهم، والجهاز الفني بيفكر بطريقته، وانا احترمتها جدا وما اثرش فيا قوي. يعني انا طبعا اثر فيا ان انا امشي عشان خاطر ان انا كنت عايز اختم حياتي في نادي الزمالك. فانا عندي هدف كمان، اللي انا عندي هدف تاني عايز اعمله، اللي انا اوصل لنادي ال100 في الهدافين. ده ما حصلش في التاريخ الا 6-7 لعيبه بس دخلوا نادي ال100. دي حاجه كبيره في تاريخ الكره المصريه، فانا قريب منها ان شاء الله واقدر احققها يعني. طيب عرفت ان انا ماشي بعد مباراه وادي دجله. الناس ادوا اللعيبه اللي هي هتمشي 5 ايام اجازه، وانا كنت منهم. يمكن كابتن اسماعيل اتكلم معايا بعديها، قال لي احنا عايزين نقعد معاك وعايزين نقعد معاك في النادي، والمستشار مرتضى عايز يقعد معاك، وانت حاجه تاني غير اي حد، وباب النادي مفتوح لك في اي وقت، واحنا تحت امرك في اي حاجه والكلام دوت بس. فانا عرفت طبعا من يوميها، وكابتن اسماعيل اتكلم معايا، وكابتن اسماعيل على اتصال بيا على طول لسه، حتى امبارح كان بيتكلم معايا، وكان ليا مكافآت بعتها لي النهارده، وليا فلوس اللي هي ال 25% الاخيره كلمنا عليها هتطلع الاسبوع الجاي، ومكافاه الدوري برضو الاسبوع الجاي. فالناس على تواصل ومفيش اي مشكله بيني وبينهم، والموضوع زي الفل يعني. كانت كتير على ماتش الاهلي ان احمد عيد بقى مش قادر، ان احمد عيد يعني كلام كتير اتقال. طبعا الفرقه كلها كانت مش في حالتها، مفيش لعيب بيتهيألي في الملعب، في ال11 لعيب او ال14 اللي لعبوا كان كويس. فبيتهيألي الماتش دوت فرق كتير، مع ان انا عكس اللعيبه كلها اللي موجوده. انا ماتشات الاهلي احسن ماتشات بلعبها يعني. هو يمكن الماتش دوت اللي ما اديتوش بشكل كويس. يمكن ماتش الدور الاول عملته الحمد لله بشكل كويس قوي، ودايما ماتشاتي مع النادي الاهلي كنت ند، وكنت حتى فزت على النادي الاهلي يعني مع حرس الحدود، مع اهلي بنغازي كمان. خدت من النادي الاهلي 3 بطولات مع حرس الحدود، 2 كاس وسوبر. فالناس فكرت في الموضوع ان انا خلاص بقى مش قادر وكبرت والكلام دوت. طبعا هم الناس مع احترام والله. هو الراجل ليه الحق اللي هو يعمل اي حاجه، بس وصلك الكلام ده رايه طبعا. وصلك الكلام؟ وصلني الكلام. زعلك؟ اكيد زعلني طبعا. اتكلمت معاه بعدها؟ لا هو الراجل انفعل في وقتها. طب هو كلمك من هو سواء كده او كده، انا كان ليا الحريه اللي انا اروح في النادي اللي انا عايزه، عشان هم مش مأيديني في القايمه. فالمفروض مشي فري، واحمد علي مشي فري. ايوه، ما هو ده الطبيعي اللي هم يمشي فري، مش هيتحط في القايمه. كان في خطوه سبقت كده. هو المشكله في حاجه، ان هي بطوله كاس مصر كانت هتتلعب، الزمالك كان هيلعب يوم الجمعه ولازم يبعت القايمه يوم الخميس. هم كانوا بيتكلموا مع الناس من يوم الاربعاء هاتوا فلوس وامشوا. فالناس ما جابتش انديه لسه. الناس ما اتفقتش، ولا اللي اتفق مش هيجيب فلوس عشان يمشي ويقلل من فلوس. بالظبط، هيقلل من عقده. هو القصد من كلامي. لا هو الراجل هو اتكلم عن الناس في اتجاه واتكلم عليك. ايوه، هو ما انا بقول لك، هو اتكلم في حاجه، ده انا احترمتها طبعا فيهم وفي مجلس الاداره عامه، كنوع من التقدير. طبعا هم عارفين انا ضحيت ان انا ارجع النادي، وضحيت يمكن في عقدي السنه اللي فاتت، وضحيت قبل ما امشي من النادي واروح اهلي بنغازي. اتنازلت عن مبلغ كبير جدا في حدود مثلا 1.7 مليون ل 2 مليون جنيه عشان اطلع الاعاره في الفتره اللي هي بتاعت الدكتور كمال درويش. الدكتور كمال، مظبوط. فبيتهيألي انا راضي والناس راضيين برضو، واحنا طلعنا بالرضا الحمد لله. وبحترم الناس ولحد دلوقتي في تواصل معاهم، وانا عضو في نادي الزمالك وبروح النادي وساكن جنب النادي. يعني انا مش هطلع بره نادي الزمالك ده طول حياتي يعني. هيبقى في منافسه كويسه طبعا. هي الناس اللي كانت بتقول ان فرقه النادي الاهلي وحشه السنه اللي فاتت، بيتهيألي الناس، انا شايف ان الناس دي غلطانه. انا شايف ان الصفقات اللي جابها النادي الاهلي صفقات كويسه وقويه، هتبقى مساعده بس للفرق اللي موجوده. الفرقه اللي موجوده فرقه جامده، واحنا لو مش جامدين السنه اللي فاتت ما كناش هناخد بطوله الدوري.
بطولة الدوري ديت بطولة النفس الطويل، واحنا كان نفسنا طويل ومن اول الدوري للاخر راكبين البطولة، فبيتهيألي المنافسة هتبقى قوية السنة الجاية، وبرضه مش هيحسمها الا النفس الطويل، لان نادي الزمالك عنده اوراق رابحة كتير، والنادي الاهلي نفس الحكاية جاب اوراق رابحة، والمنافسة هتبقى قوية جدا السنة اللي فاتت بين الفرقتين بس يعني. ايه رايك في اتهامك بان انت السبب في ان احمد الشيخ ما يروحش الزمالك؟ ده لعب عيال، ما ينفعش اتكلم فيه اصلا، ومماطله وضحك على الناس والكلام دوت، فما ينفعش اتكلم فيه. بالنسبه لك ايه اهدافك مع طلائع الجيش السنه دي؟ اهدافي طبعا يمكن انا محددها او حددناها مع الجهاز الفني ومجلس الاداره. لا سيبك من 15 جون، انا عقدي في طلائع الجيش سنتين، فلسه ممكن ما اجيبش السنه دي، اجيب 10 تجوان 7 تجوان 5 تجوان، ممكن اكملهم السنه الجايه، ممكن اجيب ال 15 كلهم، فده يعني مش هدف رئيسي. يعني هدفي اللي انا ابقى مع الفرقه نمره واحد، نبقى في مركز كويس، نمشي بشكل كويس، جايبين صفقات كويسه، لعيبه كلها خبره، ولعيبه كانت مطلوبه في انديه كبيره كمان، وبيتهيألي بالجهاز الفني بقى والمسانده من مجلس الاداره السنه دي نقدر نبقى في مكان تاني ان شاء الله، يعني في المربع باذن الله، ده هدفنا ان شاء الله السنه دي. مفيش حرس الحدود، يمكن كنت حاسس ان الفرقه مش هتساعدني زي الفرقه هنا، يعني دي اول نقطه. يمكن تاني نقطه انا بحترم الناس والناس بيحترموني قوي، وعلى اتصال بيهم على طول مع رئيس النادي والكلام دوت، وكابتن عبد الحميد، كلهم برضه زمايلي، والكابتن حليم لعبوا معايا. فبص انا يعني هو زي ما قلت لك، هو موضوع الفرقه ما كانتش هتساعدني بشكل كويس، ده اللي انا كنت حاسه، واختيار النادي الجيش زي ما بقول لك، حاسس ان الفرقه فيها لعيبه، او قوام اللعيبه اللي موجود فيها اكتر ومش موجود في نادي حرس الحدود. كنت بتمنى ان نادي حرس الحدود يدعم اكتر عشان يساعدوني وانا اساعدهم، فكنت حاسس ان لو رحت هناك مش هبقى كويس زي ما هبقى هنا يعني.